ما بتزهقش ابدا يا طاهر. من ايه؟ من انك دايما معاك حق، من انك ما بتغلطش ابدا. انا لو مطرحك كنت اتمنى اني اغلط ولو مرة واحدة. هنتكلم النهاردة عن نوع جديد من الشخصيات اللي بنقابلها في حياتنا، الشخص المتلاعب. مين هو الشخص ده وايه صفاته وازاي اتعامل معاه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الحلقة النهاردة. الشخص المتلاعب، واقرب حاجة تيجي في بالنا من المسمى ده انه شخص بيتلاعب بينا في الكلام والتصرفات وبيخدعنا. طيب بيعمل كده ازاي؟ الشخص ده عنده شوية صفات بيشتغل عليها. اولهم اللعب بعواطفك، يحسسك طول الوقت انك غلط، عايش حاسس بالذنب، انك مقصر، مش قادر تحدد انت بتحبه ولا بتكرهه. بيشككك في اهم بوصلة ليك وهي قلبك، تبقى طول الوقت في حيرة، يا ترى ده حب تخاف تفقده ولا ده كره لازم تخلص منه. وتاني حاجة بيعملها بيفقدك ثقتك في نفسك وانك تقدر تتخذ اي قرار، اللي بالتدريج كده بيتحكم في قراراتك وفيك وبيوجهك وبيوجهها زي ما هو عايز، فبتفقد استقلال. كفاية كده ولا زيدك مش شعر بيت؟ يبقى زيد. الشخص المتلاعب غير متحمل المسؤولية تماما، دايما غيره هو السبب. شخص كذاب وكذبه جذاب لأنه مليان بالوعود. ساعات بيكون غيور، طبعا مش علشان في حد زيه يغير منه، لا أبدا، ده علشان الامتلاك، إنك بتاعه ما ينفعش تتقسم. والكلام ده كله يوصلنا لأهم صفة اللي بيلعب عليها، وهي العزلة. إنه عاوزك لوحدك بطولك من غير أي دايرة علاقات إلا اللي يسمح بيها طبعا، ويكون متأكد إنها مش خطر. وللأسف بيستخدم طريقة تخليك مرتبك وفي حيرة، والقرار الأقرب لعقلك دايما إنه هو الصح. ويا سلام بقى لو حط إيده على نقاط ضعفك، للأسف هيكون أشرس عدو ليك. وأخيرا إنكار الواقع، هو شخص محترف إنكار أي واقع مخالف لرغبته. طيب إزاي أتعامل معاه لو في حياتي شخصية من النوع ده؟ طبعا وزي ما احنا متفقين، لو أنا أقدر أتخلص من الشخص وأتخلص من هذه العلاقة ما ترددش لحظة، أجري بالمشوار وأبعد في الاتجاه التاني. طيب ولو كل الصفات دي أنا مضطرة أتعامل معاها، يبقى ما قداميش غير حل واحد، أعكس كل الصفات اللي ذكرناها دي. أكون واثق من نفسي، أهتم بشؤوني، أحقق ذاتي، وحاوط نفسي دايما بدايرة اجتماعية صحية. ولو الأمر زاد عليا ما ترددش إن أنا أسأل مختص. هستناكم في الحلقة الجاية مع شخصية جديدة، إزاي نعرف نتعامل معاها. دمتم بحب. أميرة عبد الرازق.